بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح ومهنيين. اليوم جبت لكم دولمة بالحمر حي. الدولمة هذه كنا نديروها بكري، نديروها بزاف. إن شاء الله برك تعجبكم. أنا شوية عدلت فيها. نبداو بسم الله. عندي هنايا في الكيكوط راني درت شوية تاع الزيت، زدت معاهم شويه تاع ثوم وحبه عبصل اني رحيتها مليح، درتهم تقلاو قد بال شويه البصل. زدت معاهم مغرف تاع طوماطيش تاع الباطا، درت شويه تاع الملح والحرور راس الحانوت وشويه تاع كمون، ونعاود تاني نرجعهم يتقلاو. نزيد معاهم شويه تاع الحمص ونمرق بالماء سخون، ونرجعهم للنار نخليهم حتى يعني يطيبوا شويه. بيد ما وجدت الليبولات توعي. هنا عندي الحم مرحي، زدت معاه شويه تاع المعدنوس والملح وشويه تاع الحرور وثوم ثاني مرحي، ودرت شويه تاع راس الحانوت وواحد زوج مغارف تاع زيت. وعندي هنايا كاس كبير تاع روز يكون طايب. حنا بكري كنا نديروه بالروز ماشي طايب، واليوم انا درتوه بالروز طايب، يجي شباب، يجي يعني القوام تاعو يجي شباب. زدت هنايا حبه تاع البيض، نعجن الخليط تاعنا مليح حتى يدخل هذاك الروز مع اللحم مرحي. ومن بعد كنا نشكلهم كرات متساويين، ومن بعد نزيد لهم نص مغرف تاع فرينه، نرمدهم كامل فيها باه تجيكم المرقه عاقده كما راكم تشوفوا. ومن بعد نديرهم في المرقه يتجمروا. هما ما يدوش طياب بزاف، فرق باش الروز طايب. وما تنسونيش خواتاتي بالدعاء لزوجي والوالديه، ان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم. وكتبوا لي ثاني في التعليقات اذا كنتوا ديروا هذه الوصفه ديروها ولا لا. دوكا تشوفوا يعني شكلها والقوام تاعها كيف خرج، يعني المرقه خرجت خاثره كي درنا لها هذيك النص المغرف تاع الفرينه. وان شاء الله برك تعجبكم وتجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحده اخرين. شوفوا كيف خرجت عقده المرقه. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه واحده اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.